مساء الفل يا ست الكل. ناخد بريك بقى من الغسالات والاطباق ونعمل اكله حلوه قراقيش مع شويه شاي، مع شويه شاي بلبن. واعرفكم بصنفور هيبقى الراعي الرسمي لاكلاتنا ووصفاتنا. اول حاجه هنجيب نص كوبايه ميه ونص كوبايه سمنه قد بعض ونحطهم كده. دي معلقه خميره فوريه، معلقه سكر حبيبات، وشويه ملح قليلين، ونقوم نازلين بيهم كده وهنقلب كويس مع كوبايتين دقيق ننزل بيهم زي كده. نقلبهم مع بعض تقليبه كويسه لحد ما تبقى عجين. هنعجنها لحد ما تبقى كده يا جماعه. وعلى فكره ممكن تبقى عايزه شويه دقيق مثلا، لان في دقيق عن دقيق بيفرق، في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لا. تمام، لحد ما تبقى كده. وعايزه شويه دقيق لحد ما تبقى كده. نغطيها بقى لمده 4-5 دقايق عشان ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينه 3-4 دقايق هناخدها بقى نشيلها كده ونقطعها نصين كده، وكل نص نقطعه نصين، يعني نخليهم 4. وبعد كده ال4 دول هيبقوا كده. وبعد ما عملناهم كده يا جماعه نعملهم كده خفيف، وبعدين بدي برضو خفيف كده، ونقطع يا جماعه كده زي كده بالشكل ده. ندخلها في الفرن على درجه حراره 160 يا جماعه. بدات تستوي. الحبه الباقيين عملتهم جزء لوحدهم. طلعت يا جماعه ما شاء الله، حاجه لذيذه، حاجه نظيفه، مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بلبن، حاجه نظيفه، حاجه البيت، حاجه خفيفه، يعني ما كلفناش غير كوبايتين دقيق وكوبايه سمنه ما شاء الله. الف هنا.